في صوت جواك دايما بيقولك ما تبدأش، استنى شوية، خليك في الأمان. بس الحقيقة ده مش خوفك من الفشل، ده خوفك إن الناس تشوفك وانت بتفشل. وده أخطر بكتير لأنه السبب اللي بيخليك واقف مكانك. انت مش خايف تقع، انت خايف الناس تشوفك واقع، خايف من نظراتهم، خايف تبقى الحلم اللي محصلش او الابن اللي خيب ظن ابوه، خايف من جملة هو ده اللي كان فاكر نفسه هيكسر الدنيا. فتفضل تستنى وتفكر 1000 مرة، تخطط وتقول أنا لسه مش جاهز، مفكر إنك كده بتحمي مستقبلك، بس الحقيقة إنك بتحمي صورتك قدام الناس، بتحمي غرورك مش حلمك. وده أكبر خسارة في حياتك. الفشل بيوجع بس الندم بيكسرك. الفشل آخره أسبوع أو شهر بالكتير، بس الندم بيعيش معاك سنين. هتشوف غيرك بينجح في اللي كنت بتحلم تعمله، لأنك كنت دايما بتقول هبدأ بكرة، وهتقول لنفسك يا ريتني جربت من زمان. بس للأسف اللحظة دي بتكون خلاص فاتت. والمضحك في الموضوع إن محدش مهتم زي ما انت فاكر. البوست اللي فشل والفيديو اللي محدش شافه والمشروع اللي خسر، الناس نسيت وكل واحد مشغول في حياته، وانت الوحيد اللي لسه شايل جواك. الفشل مش النهاية، الفشل هو أول خطوة في أي نجاح حقيقي. كل نجاح شايفه قدامك مبني على محاولات فاشلة كتير. كل اللي كسر الدنيا قبلك وقع كتير زمان، بس كل مرة كان بيقوم أقوى من الأول. مفيش حاجة اسمها جاهز، الجاهزية مش لحظة، الجاهزية حالة بتوصل لها لما بتبدأ. انت بتجهز وانت ماشي، بتغلط وبتتعلم من غلطك، وبتنجح لما تبطل تخاف. انت ضيعت كتير وانت بتحاول تبقى نسخة آمنة منك، نسخة ما بتغلطش بس برضه نسخة واقفة مكانها تتقدمش. كفاية خوف، ابدأ حتى وانت مش جاهز. هتغلط عادي، هتفشل، ده الطبيعي. المهم ما توقفش، سيب الناس تقول اللي عاوزاه، خليهم يضحكوا وحتى خليهم يتريقوا، لان في الاخر هم اللي بيتفرجوا وانت اللي بتتحرك. كل خطوه تاخدها حتى لو كانت صغيره بتقربك للنسخه اللي كان المفروض تكونها من زمان. فما نستناش تبقى جاهز، ابدا من دلوقتي. وشوف الحلقات اللي فاتت، استنى الحلقات اللي جايه، اكتب لنا في الكومنتات ايه اول خطوه هتاخدها بعد الفيديو ده. شارك الفيديو مع معارفك واصحابك عليهم يستفيدوا، ولو احنا على اليوتيوب نشترك على القناه عشان نوصل مع بعض للنسخه الافضل منك.